طب احنا دلوقتي كل دي سمك تونه صح؟ ده سمك تونه يا فندم. طيب التونه دي شكلها مستورده ولا بتاعتنا؟ لا يا فندم، دي تونه مصري، بتاعتنا. تونه بتاع البحر الابيض. جميل. طب ممكن حضرتك تقول لنا خطوات بقى تصنيع التونه من اول ما بتبقى سمكه كده لحد ما يا فندم المنتج النهائي؟ دي التونه الاصليه بتاعتنا، بتطلع لنا السمكه ابتداء من 5 كيلو لغايه 80 كيلو. بتجيلنا هنا بنطبخها وبنعبيها. وعايز اقول لحضرتك ان الهدف للمواطن علبه التونه. ايوه. احنا كمصنعين يهمنا مخلفات التونه، لان التونه جسم التونه يطلع 70% منها مخلفات، و30% بس اللي هم يهموا المستهلك. يعني هو التونه اللي بتوصل لنا دي 30% من السمكه، 30% بس. وال70 بيترموا؟ ال 70% دول اهم من صناعه التونه نفسها. لان دول بيخرجوا 3 منتجات مصر بتستوردها. يعني احنا بنستورد زيت الاوميجا، احنا بنطلعه. بنستورد الفيش اومولشن، ده مسمد عضوي للارض. وبنستورد البروتين، كل مصانع مصر بتستخدم البروتين. والعلبه التونه دي يعتبر اهم اهتماماتنا في سمكه التونه. طيب ابو السيد، ممكن تقول لي خطوات الانتاج بتاعت سمكه التونه لحد ما بنوصل للمنتج النهائي؟ بنستلم السمك فريش، وبناخده على مكنه تقطيع نقطع دماغه. وبعدين البنات بيفتحوا بطنه عشان نطلع منه بتنضفها الكافيار بتاعه. وبعدين ناخد كل السمك نوديه على حلل الطبخ. حلل الطبخ عندنا فيها اوبشنات، لان احنا بيجي لنا السمك مره يبقى 5 كيلو، مره يبقى 50، مره يبقى 70 80. بنظبط الحله على وزن السمكه او نديها البرنامج، عشان السمكه لما بتكون كبيره بتحتاج برنامج اكبر شويه، ولما تكون صغيره كل سمكه بنديها البرنامج بتاعها. صناعه التونه قايمه على الايد العامله، ولكن احنا عشان نعمل مصانع تونه صح لازم تستهلك للايد العامله. لكن التونه بتتعبى اوتوماتيك. احنا بنعبي التونه اوتوماتيك، عندنا المكنه بتضرب 300 ضربه في الدقيقه، بنطلع 300 علبه تونه كل دقيقه. ولكن تجهيزها في الاول هو اللي بيحتاج الايد العامله عشان نفصصها، لان التونه فيها الفيليتو وفيها الفخده وفيها القطع، كل حاجه بنعملها لوحدها. طيب وهل بيبقى فيه يقول لك تونه مثلا قطعه واحده في العلبه، وبيبقى قطع صغيره ده بيختلف من ايه؟ حتت في السمكه؟ الفيليتو، العمود الفيليتو بتاع التونه دي حته حلوه. دي حته حلوه. دي المكنه بتعمل القطعه الواحده فيها. أيوه. دي القطعه الواحده بتاعتها. أيوه. المكن الحديث هو اللي بيعبي دلوقتي. أيوه. عشان ما فيش عماله تقدر تعمل 300 علبه في الدقيقه. ايوه طبعا. ولكن هي العماله في الاول عشان تجهز التونه. طب انت تقريبا كام في المية من السوق المحلي في تصنيع التونه؟ لا، احنا في السوق المحلي الحمد لله ما فيش الا احنا بنعمل تونه. ما شاء الله، انتوا بس الوحيدين في مصر اللي بنصنع تونه.